اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أنا شرفني أخوة أفاضل من السودان، أستاذ في جامعة أم الغرة، جامعة أم القرى أم الغرة للعلوم والتكنولوجيا. طب علي صوتك أو النبي. لا أم الغرة. اسمك إيه بالكامل الأول؟ جعفر حسن محمد، دكتور جعفر حسن محمد أحمد عمر. في جامعة أم الغرة للعلوم والتكنولوجيا في أم درمان. علي صوتك عشان الناس مش بتسمع. جامعة أم الغرة للعلوم والتكنولوجيا بأم درمان. أهلا وسهلا. الله يديك العافية. أنت جاي من السودان علي على طول؟ أنا جاي طوالي على طول، جاي عليك مخصوص. من أم درمان. من خرطوم. من الخرطوم. من جبرة، منطقة جبرة. أهلا وسهلا. الله يديك العافية، بارك الله فيك. والله يخلي لنا السيسي وحكومة السيسي ذخرا للعرب وحفاظا على هيبة وكرامة العرب. الله يخليك. الله أنت كنت جاي عشان إيه وإيه اللي حصل دلوقتي؟ والله كنت جاي عشان العين بتاعت الشمال دي كان فيها مشكلة بتاعت رشح في دم جوا العين. وحاولت في السودان هناك. وفي هنا في مصر برضو وكده، والحمد لله رب العالمين. بالعلاج بتاعك الان الحسن انا اخذته منك، فشعرت مش علاج، انا عملت لك جلسه. نعم. شعرت بانه انا في تحسن كامل والحمد لله رب العالمين. وكذلك كان عندي الام في البطن بتاعت القولون دي فظيعه، الام فظيعه. فمن خلال الجلسه شعرت بانه انا برضو تحسنت تحسن كامل. وكان مسألة البروستاتا دي برضه كان مزعجاني شوية، والآن أنا في أتم الصحة والعافية والحمد لله رب العالمين. اسمك كريم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عمار عباس الأمين أحمد. من مواليد أم درمان. مهندس في شركة سودابيت للبترول. الحمد لله. أنا أخذت كم جلسة مع أخونا محمود البحراوي. كم جلسة؟ جلسة واحدة يعني كم طعنة. كم جلسة الحمد لله مع الدكتور محمود الأستاذ محمود البحراوي. والحمد لله شعرت بتحسن ممتاز جدا جدا من الطعنة الأولى الطعنة الثانية. والطعنة الأولى كانت على يد الشمال، على يد الشمال للقولون وللمعدة الحمد لله. والطعنة الثالثة كانت على يد اليمين على النظر. فالحمد لله شعرت بتحسن ممتاز جدا جدا من الطعنات الأولى ولا الجلسات الأولى. وإن شاء الله ربنا يعني يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله يخليك للأمة الإسلامية، وإن شاء الله تكون تخرج لكل الأمة الإسلامية، لأنك إنسان الحمد لله مجتهد. ودعوتك كلها لأنك أنت تقدر تعالج من غير الشيء المتبع مش مشكلة. ده طب، لا ده طب وده طب بديل الحمد لله. وإن شاء الله الطب البديل يعني منكم أنتم شايفوا تطور كثير جدا جدا ويستحدث بأشكال مختلفة. الصوت يا جماعة، الصوت يا عم انت، هو الصوت وصل هنا ان شاء الله، ويتطور باحداث مختلفه وبقى ينمو بشكل كده ما عاد، والناس كلها بقت تثق فيه، لانه طب ما كيماوي ولا كب خاش فيه المواد الكيميائيه على انه الناس تخاف منه. طب باعشاب وطب انت تعملها شغلنا. انت تفكر نفسك عمل ولا حاجه؟ خلصنا اهو بس. فنشكر ان شاء الله اخونا محمود، شكرا جزيلا على المجهود البذل، وان شاء الله على تم الصحه والعافيه، وربنا يديك الصحه والعافيه ويخليك للامه الاسلاميه ان شاء الله. اللهم بارك الله. انت سعادتك ايه الثقه اللي انت فيها ديت، ان انت حاجز طيران مخصوص او جاي بري مخصوص من الجامعه بتاعتك او من سكنك في خرطوم عشان تيجي عليها هنا؟ ايه الثقه انت جبتها منين؟ من كلام الناس. ما انا قابلت كم واحد فقال لي يعني انه استاذ محمود ده راجل كذا وراجل كذا وراجل كذا، فامشي انت جرب. والحمد لله انا جيت وجربت بنفسي والامور ماشيه كويسه الحمد لله رب العالمين. انت نورت مصر. الله يديك العافيه بجد والله. بارك الله فيك. بصراحه بقى الراجل ده دكتور في جامعه التكنولوجيا ام الغرة للعلوم. ام القرى للعلوم والتكنولوجيا. انا من رايي ما دام هو استاذ جامعي اخطفوه هنا في مصر وخلوه هنا في مصر وخلاص. نورت تحت امرك، نورتني. بس ليه انا سمعت ان المصريين بيصلوا على النبي اكتر من السودان؟ والله يا اخي يعني هم لا انا بفتكر انه السودانيين برضه بيحبوا النبي جدا وبيصلوا عليه كثير جدا كثير جدا. هسه انا
على بال ما اخش عليك هنا اقابلك صليت على النبي 1500 مره. اهلا وسهلا. يعني الصلاة على النبي دي اصلا مساله ما فيها جدال على الاطلاق. طب ليه انت سبت الاطباء بتوع العيون في مصر والسودان وجيت عليا؟ والله هم كانوا بيدوني حقن جوا العين وانا ما حاسس بتحسن، يعني كل مره بيدوني حقنه جوا العين وغاليه جدا. الحقنه غاليه في السودان وفي مصر برضه غاليه. يعني في السودان سعرها 200,000 جنيه سوداني وهنا سعرها 9,000 جنيه مصري. خدت كم واحده؟ اخذت 5 حقن. 5 حقن هنا و5 هناك؟ لا 4 في السودان وواحده هنا في مصر. انا ما جيت مصر على اساس انه يمكن يكون في حاجه مطوره ما هو فيها اهو. ما هو فيها اهو. لا قبل ما هو فيها اهو. لا اله الا الله. ما انت لقيت في مصر اللي انت عايزها اهو. اي نعم، لكن قبل ما اشوفك واعرفك فمشيت وادوني برضه حقنه هنا، قالوا لي نفس العلاج ما عندنا غيره خالص. فادوني حقنه بعيني والاحوال شايفه كما هي، يعني ما شايف لها تقدم. فالحمد لله هسه كويس، انا كويس جدا. كويس الحمد جدا. لله. ده برضه ارجع واذكر من الله وبفضل الله والى الله. نعم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بعد اذنك ممكن تقول رقم تليفونك للعالم كله، اصل العالم كله هيتفرج عليك. طيب قول رقم تليفون بس هتتعب شويه بالرقم. 09 اه 123 63 575. طب قوله تاني. 09 ويعني انت ممكن تاخد 249 ده المفتاح بتاع السودان. بعد ذاك بتاخد 9 1 2 3 6 3 5 7 5. عايزين نصلي على سيدنا النبي. الله صعبه؟ نعم. طب انا بقول للاخوه السودانيين والسعوديين والعالم العربي كله والعالم الاسلامي، من اللي يشوفني منكم بس مش طالب منه حاجه، انه هو يصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.